والحقيقه ان بعد الفيديو ده في حاجه الصراحه حزينه هقول لكم عليها بمناسبه الموتوسيكل ده. النهارده في حد من المتابعين دخل كلمني كان عايز يشتري موتوسيكل، وقعدنا نلف في المعرض وكان بيقول لي ان هو محتاج موتوسيكل يكون شكله حلو حجمه كويس. هو الراجل اللي دخل يقف يتكلم معايا ده كان جسمه كبير شويه، وفي نفس الوقت محتاج حاجه سعرها مش غالي قوي، سعرها في المتوسط، ويكون شكلها نفسه حلو، موتوسيكل يكون اعتمادي، القطع الغيار بتاعته موجوده، حاجات كتير مميزه تكون موجوده في موتوسيكل واحد. قعدنا نلف في المعرض هنا وهنا وهنا وهنا، وجيت في الاخر افتكرت ان انا موجود عندي الهوجن ايفو 200 سي سي اللي قدامنا ده استعمال كسر زيرو. بس لما جينا هو نتكلم عليه، لان كل المواصفات اللي هو بيتكلم عليها موجوده هنا، وما شاء الله اعجب جدا بيه، والمفروض ان هو روح يشاور نفسه كده وممكن نيجي يشتريه او ممكن ما يشتروش، دي حاجه الله اعلم بيها. ولكن الصراحه دي حاجه نورتني ان انا ازاي ما اتكلمتش عن الموتوسيكل ده، الهوجن ايفو 200 سي سي من شركه هاوجين ابو المجد. موتوسيكل الصراحه اي حد بيخش من بره بيشوف شكل بيقول الموتوسيكل ده صيني اصلا ولا موتوسيكل ياباني، من الشكل بتاعه الفانوس بتاعه شبه موتوسيكلات الهوندا سي بي، المساعد العريض جدا ده يعني يا دوب اصلا ايدي قافله عليه، وكمان ديسك فرامل الامامي الرياضي، حاجات كتير هنتكلم عليها في الموتوسيكل بتاع النهارده الهوجن ايفو 200 سي سي. مش منتشر في القاهره ولكنه في اسكندريه منتشر بشكل مرعب، ويمكن الناس بتوع اسكندريه هينصروني تحت في التعليقات. انا معاذ سعد ومراجعه النهارده عن الموتوسيكل المظلوم من هوجن ابو المجد، ويلا بينا نخش في المراجعه على طول. ايه الاخبار يا رجاله؟ بنتكلم النهارده معرض موتور جراج، معرضنا ومعرضكم البيت الثاني ليكم. بنتكلم عن موتوسيكل الهوجن ايفو اللي لو اتحط جنب اي موتوسيكل ثاني في الفئه بتاعته حرفيا الموتوسيكل الثاني مش هيبان. ليه؟ لان اول حاجه الموتوسيكل ده زي ما قلت لكم اي حد بيخش علينا من بره، من كتر ما هو حجمه كبير، هو مش حجمه كبير قوي بس هو تحس ان هو ما شاء الله مالي حجمه على الارض. موتوسيكل نازل بموتور 200 سي سي كربيراتير على كاتينا، موتوسيكل اداؤه ناعم، صوته ناعم جدا، هنسمع صوته مع بعض. بيطلع تقريبا من 15 ل 16 حصان في منافله عشان الموتوسيكل لو البطاريه نامت تدوروا منها. استهلاك البنزين من هنا التقريبي حوالي 35 كيلو في اللتر الواحد، نازل باكسدام ما شاء الله محمل، وحاجه مش اللي هو يعني الماسوره دي مش متفرغه قوي، لا الماسوره نفسها سمكها تحس ان هو معدي ال 5 6 مللي ما شاء الله محمله بزياده. الموتور نازل بوجيه واحد على 2 صباب، واخيرا موتور هنا 5 غيارات. بعد ما خلصنا الكلام عن الموتور نتكلم عن تصميم الموتوسيكل نفسه. بدايه من اول الفانوس هنا، احنا بنتكلم عن فانوس حرفيا شبه موتوسيكلات الهوندا السي بي اللي هي ال1000، في الليدات دي زي ما احنا شايفين كده شكلها كويس. بعد كده الاضاءه، عندنا اضاءه واطي وكمان اضاءه عالي. نبص بقى على الموتوسيكل، التانك ما شاء الله حجمه كبير. الصراحه السعر اللتريه هنا ما عنديش معلومه قوي بالظبط هي كام. نازل بالاجنحه دي، في هنا رسمه الكربون فايبر، الاجنحه هنا كلمه هاوجين، يعني شكلها كويس بشكل كبير، وحجمها مش صغير يعني مش حجمها ملموم. انا هقعد على الموتوسيكل هنجرب قعدته مع بعض. خلينا برضو نجيب موتوسيكل من قدام، نازل بجنط 17 فرد اماميه 120، واحنا بنتكلم يا جماعه عن موتوسيكل اقتصادي مش موتوسيكل يعني التين تي بتاعي 250 نازل بفرد اماميه 120 برضه. فهنا موتوسيكل اقتصادي يعتبر فرد اماميه 120، فرد اون رود، نازل باسطوانه اماميه، فرامل باكم، اسطوانه رياضيه، نازل مساعدين اماميه مقلوبه. لا بقول لكم القطر بتاعها ما شاء الله كبير جدا، ومن الحاجات اللي مديه موتوسيكل من قدام وزن تقيل على الارض. بالنسبه للفانوس اتكلمنا عليه خلاص، نازل باشارات ليد، والاضاءه بتاعت الموتوسيكل عموما ليد بالكامل. العداد هنا ديجيتال بالكامل، والصراحه من الحاجات اللي عجبتنيش في الموتوسيكل ده لون العداد، لونه مستفز حرفيا، مش عارف ايه اللون الازرق ده، بس يعني عيب في وسط الحاجات المميزه الكتير اللي احنا بنتكلم عليها. برده الجدون بتاع الموتوسيكل هنا مش ماسوره واحده ولا حته واحده، لا متقسم جزئين، جزء هنا ماسك مع يعني ده جزء بيتباع لوحده مثلا، وده جزء بيبقى لوحده، وده الجزء اللي هو راس المساعد من فوق، لما تفك المساعد بيتفك من هنا. نفس الكلام في اليمين والشمال. الكتله بتاعت الموتوسيكل عاديه، المرايات كويسه عاديه ما فيهاش اي حاجه مبهره. بعد كده عندنا الشلته بتاعت الموتوسيكل، الصراحه تحس ان هي شلته نظيفه مصروف عليها التطريز يعني متقسمه اجزاء هنا وهنا وهنا وهنا، يعني حاجه كويسه. من الحاجات اللي عجبتني بقى في الموتوسيكل واللي ما بتبقاش كتير في موتوسيكلات الرياضيه هي الحماله الخلفيه، وهي قد ايه يعني ابعد كده بالكاميرا شويه هتحس ان هي واكله مع الموتوسيكل، او مش شكلها مش شاذ ولا محتاج تعمل حماله تعديل ولا اي حاجه. عايز تركب عليها توب بوكس بقى وعايز تركب عليها اي حاجه هتبقى كويسه جدا معاك. قبل ما نكمل كلام عن الموتوسيكل، اهم حاجه عايزك ترزعني اللايك، لان ده من الحاجات اللي بتدعمنا جامد جدا جدا في الفيديوهات، وبتعرفنا قد ايه انتم مهتمين بالنوع ده من الفيديوهات. هننزل نبص كده، موتوسيكل نازل بعلبه شكمان حجمها كبير، هي صوتها هادي جدا، ده كفر الشكمان والشكمان نفسه من جوه. نبص كده ورا برضو نازل باسطوانه فرامل باكم ورا رياضيه. ونبص بقى على الفرده الخلفيه، الله اكبر، فرده برضو يعتبر اون رود،
تعالى كده بص اهو الناحيه دي، الفرده عرضها ما شاء الله 140، ودي برده نفس الفرده اللي نازله في الموتوسيكل بتاعي دي 250 فرده. الله اكبر حجمها كبير، وبتدي حجم الموتوسيكل من ورا كده خالص. لما تيجي تبص عليه تحس ان هو لا يعني في حجم من ورا، سواء الفرده سواء عرض عده الشكمان، حتى برده الجنط. يعني بتيجي تبص على الجنط ما شاء الله تحس ان هو متكلف وشكله رياضي جدا. طبعا الموتوسيكل هنا نازل بمساعد نص، مش مساعدين خلفيين اثنين، لا مساعد نص لان هو موتوسيكل رياضي. وخلينا نجرب بقى القعده بتاعه الموتوسيكل. لما نجرب قعده الموتوسيكل كده، خلينا بس نقدم لقدام عشان الموضوع يبان. لما نجرب قعده الموتوسيكل نبص كده نوقفه على الدبوس، انا قاعد يعني ما شاء الله الصراحه الشلته نفسها طريه كويسه، وركبي داخله كده في التانك مالك الموتوسيكل كويس، ورجلي نازله بزاويه مش متنيه او ورا تحس ان هي تتعبني، لا انا حاسس ان هو الموضوع كويس. وانا طولي 178 سم واقف عادي مرتاح، يعني تقريبا الموتوسيكل ده يستحمل لغايه 185 190 وبرده هيبقى كويس جدا معاك. الحقيقه الموتوسيكل ده انا طلعت جربته، هو مش اسرع حاجه ممكن تجري على الطريق، يعني مش بيعدي سرعه 120 مثلا او 125، بس بحس فيه بالجوده بتاعه الموتوسيكل. الصوت ناعم، الفرامل بتاعته كويسه بتتجمع كده بهدوء، ولا الفرده اللي ورا مثلا بتزحف معايا ولا اي حاجه. وانا جربته هنا يعني في المساحه الصغيره ما طلعتش اجري بيه قوي، لكن ملاك الموتوسيكل بيقولوا ان هو مش بيجيب توب سبيد عاليه. الفكره من هنا ان انا راكب موتوسيكل حجمه كويس، بيجيب معايا سرعه كويسه مش عاليه قوي ولا قليله قوي، وفي نفس الوقت الشكل بتاعه رياضي، واي حد يشوفنا هيفتكر ان انا اصلا راكب موتوسيكل عادي. والحقيقه ان بعد الفيديو ده في حاجه الصراحه حزينه هقول لكم عليها بمناسبه الموتوسيكل ده، بس خلينا نكمل الفيديو للاخر وندور الموتوسيكل ونسمع صوته مع بعض. زي ما احنا شايفين كده موتوسيكل صوته هادي، يمكن انا ممكن يبقى صوتي باين وانا مدوره، بس نزود بنزين كده. المقبض البنزين نفسه ما بيوصلوش اهتزازات كبيره. صوت الموتوسيكل بشكل عام هادي جدا ما فيهوش اي حاجه. حاجه اخيره عن الموتوسيكل ده، وان هي قطع غياره ما شاء الله كلها طور موجوده في شركه هوجين ابو المجد. انا ممكن ما تلاقيهاش متوفره في المحلات اللي حواليك او في الاسواق بتاعه الموتوسيكلات، ولكن لو انت كلمت الشركه وقلت لهم عايز قطع غيار فلانيه المفروض ان هم بيوصلوها لك، فدي حاجه كويسه. الخبر اللي مش كويس بالنسبه للموتوسيكل ده ان هو الزيرو منه قليل جدا 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 وصعب ان انت تلاقيه، والقطعه دي موجوده هنا عندنا في المعرض. يعني ان شاء الله سواء اتباعت او ما اتباعتش، الفكره ان احنا عايزين الموتوسيكلات اللي بالكواليتي العاليه زي دي تنتشر اكتر وتبقى موجوده في السوق اكتر، بدل موتوسيكلات ثانيه ما تستحقش ان هي تنتشر الانتشار اللي موجود دلوقتي. الموتوسيكل ده سعره كسر زيرو 65000 جنيه، لو زيرو تقريبا هيبقى 68000 او 70000. فهل من رايكم مع حجم الموتوسيكل ده والامكانيات اللي نازله فيه بعيدا عن السرعه هل هو يستحق السعر ده ولا لا؟ اجابه السؤال ده هعرفها منكم انتوا. انا معاذ سعد، دي قناه موتور، اشوفكم فيديو جديد، السلام عليكم.